رحت وقفت على رجلي وبدأت حياتي صح، وحكمتوا على أولادي بحكم آراء غيركم وبكلام غيركم، وحكمتوا عليا بحكم آراء غيركم وكلام غيركم. أنا وريتكم نبذة مختصرة من اللي جرالي، من اللي هو أصلا وصل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة عليكم. هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي على أفضل الصلاة والسلام، وكمان بالدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة وجميع الموتى جميعا سواء مسلمين أو غير مسلمين، عشان احنا بقى بيتابعنا كل الديانات. فربنا يرحم موتانا جميعا يا رب، ويرحم أمي وأبي ويغفر لهما ويدخلهم فسيح جنته، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آمين يا رب العالمين. اجعل قبرها نورا يا رب عن يمينها وعن يسارها ومن أمامها ومن فوقها ومن تحتها وعن شمالها. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا احنا في شهور حرم، وكمان في ايام حلوه وايام مفترجه، وطبعا يعني اللي مات ده ناس ارتاحت من الغيبه والنميمه والنفاق والرياء وكل حاجه موجوده. ده يعني بدايه الفيديو بتاعنا. انا ما كنتش احب اصلا اعمل الفيديو ده، لاني طبعا عندي شغل كتير في الشقه محتاج ان انا اعمله ان شاء الله. ما انا حاليا جاهزه عشان عندي شغلي، بس انا حبيت اقول كلمتين. انا كنت عامله لايف امبارح وسالت على المنتدى ده مفيش ولا من قدامه شيء ولا من وراه شيء اهداف. المنتدى ده لما انا نزلته علشان خاطر الناس اللي تفهم في المجال ده وتفهم في الحاجة دي، تفيدني أنا بمعلومة حلوة. ما تقولوليش إن المتابعين اللي بيتفرجوا علينا أو بتشوف الفيديوهات هم كلهم نفس الشخصيات. يعني في ربة منزل، في دكتورة، في ممرضة، في مدرسة، في جميع ظبط إيدك يا عبد الله، في جميع المستويات، ومش المستويات والطبقات في الحياة. يعني في الفقير وفي الغني وفي المتوسط وفي كل حاجة. برضو في المتعلم في اللي له حاجة، في القاضي وفي ممكن يكون في ناس زي دول مش فاضيين يتفرجوا على الحاجات دي. احنا ناس بسيطة على قدنا وعلى قد حالنا وكل حاجة، لكن لا، زي ما قلت كده لحضراتكم. ففي برضو ناس واخدين حقوق، وفي ناس واخدين، في ناس تبع الحكومة، الهيئة اللي لها المجال ده. انا من زمان، من بداية انفصالي وانا بيجيلي الانذارات دي، وبالفعل انا ما كنتش حطاها في دماغي، وسألت الناس حواليا، قالوا ملهاش اي قيمة وما فيهاش حاجة، لاني انا منقلة بالنسبة لي، انا منقلة لا اعلم بالنسبة لي، انا لا اعلم فقد افتيت. لكن لازم اخد الكلام من الناس وشهرتهم يعني. بعد اذنك يا عبد الله اقفل الباب ان الله فيك الشفا. فبعدين لما لقيت فعلا قضية، والقضية جاية في وقت صعب، جاية في ظهرالي في أواخر مرض أمي مش في بدايته كمان. والدتي زعلت كتير طبعا، الله يرحمها. وطبعا أنا كنت ملبوخة في أمي، ويعني ما كنتش عندي حاجة إن أنا أقدر إن أنا أسأل فيها. طبعا عندي جلسة وأنا مش عارفة هل في الجلسة دي إيه اللي هيحصل أو إيه النظام أو إيه اللي يتعمل أو كده. المحاميين يا جماعة، أنا اتضح لي إن المحامين أغلبهم بيبيعوا القضايا، وأغلبهم بيضيعوا الموكل بتاعه، أو المحامي كل اللي يهمه إن هو ياخد فلوس من الشخص اللي هو تبعه، واللي يكسب بقى. انا قلت لا، ده هيبقى حاجة محدش مستنفع منها. يعني مش هيديني وعود واوهام في الفاضي، لا، هيقول لي 1+1 هيساوي 2. هي دي النقطة، مش لإشعال الجدل وكده. ولا على إشعال الجدل، ما أنا كنت نزلتها من أول ما جات لي من زمان. على فكرة أنا عندي ورق تاني كتير بقى مبالغ أكبر من كده. لكن دلوقتي ولو كنت برضو حبيت ان انا اعمل جدل، كنت عملت جدل ايام ما كان القنوات بتطلع عليا بالظلم، والقنوات بتطلع عليا وانا ساكته وقافله بقي زي جميع القنوات. في قنوات كتير طلعت وانفصلت، وناس بحترمها على فكره وبتابعها بعض الشيء لما بكون فاضيه، من الشخصيات اللي انا بحبها من قبل ما انفصلوا وبعد ما انفصلوا.
في حياتهم. طبعا لما انفصلوا بكل ادب وبكل ذوق. ازواجهم ما طلعتش عملت عليهم فتنه وضغينه وكلموا الناس عليهم، ولا سلطوا اهاليهم يتكلموا عليهم، ولا عملوا كل الكلام ده. الناس انفصلت بكل هدوء، راحت شافت بيوتها سابوا البيت الاساسي. واكيد 100% البيت اللي هم فيه حاليا او البيت اللي هم فيها حاليا، بما اني مستقرين ماديا واجتماعيا، يبقى الزوج له طرف في الموضوع معاهم وواقف معاهم في جزء من الموضوع، او الست دي او الشخصيات دي كانت اصلا واقفة على أرض ثابتة، وجوزها كان حياته معاها كان سايبها إن هي تبقى ليها فلوسها الخاصة بيها، اللي هي لما تتحط في الوضع ده ما تروحش الأقل حاجة تقعد فيها، ما تروحش الأقل حاجة تمشي بيها، ما تمشيش بحياة بدائية خالص. لأن هي الحمد لله يعني كان جوزها في حالة وجودها معاها كان ساترها وساتر حياتها، وما بياخدش كل اللي معاها، وسايب معاها جزء لحد لما هي اتحطت في الموقف ده. لا، رحت وقفت على رجلي وبدأت حياتي صح، واللي جاي لي ودنيتي، سواء بقى عندها قناة او ما عندهاش قناة. يعني في ناس اعرفهم ما عندهمش، وفي ناس اعرفهم من الوسط بتاع السوشيال ميديا عندهم، فبيقفوا على رجلهم لان هم اصلا مسنودين. وازواجهم بقى ما بتروحش ترفع لهم قضايا علشان تضايقهم وتضايق عيالهم وتنرفزهم ولا كده. واكيد الانفصالات كانت بكل الود والحب والاحترام زي ما ديننا قال وقرآننا قال. فده في اختلاف بين الانفصالات وبعضها، والاختلاف بين الانفصالات وبعضها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا لما ظهرت على السوشيال ميديا ظهرت بكل ادب واحترام، وكنت رافضه فكره ان حد يتكلم في مشكلتي. حتى الله يرحمها الحاجه لما جت تتكلم في بدايه فيديو ليا، قلت لها ليه؟ قالت لي عشان الناس تفهم وتعرف، وده كان اعتراضي. لكن انا الاطراف الاخرى هي اللي نشرت الخبر وشاعت الخبر واتكلمت عليا ما ليس فيا. والاطراف الاخرى من بعض القنوات اللي عاوزه تشغل قنواتها مثلا مش مهم، اللي هي تجرح حد، تهين حد، تقلب حد، كانت بتاخد الكلام ده خلاص. انا خدت بقى يعني جزء وفير قوي من الكلام، فاطلع اتكلم على خلق الله من غير ما اعرف ان كانت حقيقه ولا غلط. لا، هو كلام ووصلني، فانا كده جبت اللي مفيش. رساله رسالتين، طب ما عادي، هي الرسائل والحاجات دي مش هي نهايه الحياه، ولا هي ديت يعني تبين شخصيه البني ادم. والحاجه الشخصيات دي لما تيجي تعاشرني وتشوفوني وتتعاملوا معايا وتعرفوا ان كنت كويسه ولا وحشه، ان كنت مظلومه ولا مش مظلومه، دي فان كنت مظلومه او مش مظلومه دي حاجه عند ربنا. ما هقولش الا اللي جه عليا، سواء من العالم اللي ما تفهمش انا او الافراد او الشخصيات، او اللي كان اللي اتحكى لهم هجوم عليا واذوني وكانوا شركاء في الاذيه، واللي اذوني بالفعل وقصد وكده. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا نقول حاجه غير كده. ربنا هو المطلع واللي بيخلص حقوق الناس. لكن الحمد لله انا طالعه من محنه، ولا فاضيه ان انا اعمل شوشره ولا كده. انا كل اللي عملته ان انا بالفعل عندي جلسه. وعلى فكره الجلسه النهارده، انا عندي جلسه النهارده يتم فيها الحكم عليا ان انا ادفع مبالغ انا ماليش يد فيها. وكانت اثناء ما انا كنت في فتره حياتي الزوجيه، سدد ديون، حاجات لاهله، مصاريف منها، بعض مصاريف منها حاجات من دي، ان انا يطالب مني ان انا ادفع ده فيما بعد. فعشان كده بقول لكل واحده خلي بالك من نفسك، خلي بالك من حياتك، سيبك من عصر السوشيال ميديا ومين يطلع ينتقد مين يطلع يقف في ظهر مين يكون ظهره قوي، فحتى المنتقد يخاف يتكلم معاه قوي وينتقد الطرف حتى لو مظلوم ينتقده هو. فما اسيبكم من الموضوع ده كله. انا يوم ما بطلع اتكلم في حاجه، يوم ما اطلع بقول حاجه، بطلع اقولها مني لله في لله. يعني في كتير زي حياتهم ورد حاليا وبيقفوا مع ازواجهم وبيدوهم كل حاجه وما بيفرش معاهم اي حاجه. وفي ازواج بتقول بالجنيه والشيلين والسحتوت كله يدفع في البيت ومش هو لوحده، ده اهله بيبقوا شركاء معاه ويتكلموا بالنيابه عنه، ولو هو مسافر هم اللي يتكلموا. وفي ناس عارفه الاصول وبتقول يا جماعه يا نور حسبي يا نور، وفي ناس عارفه الاصول وتقول لا يا جماعه. فطبعا
قناتي لما وقعت الفترة الأولانية لما كانت في صعود وكده، ما وقعتش علشان أنا عملت حاجة غلط، ما وقعتش عشان أنا طلعت اتكلمت في مشاكل، لا وقعت علشان في أفراد تانية اتكلمت في حاجات مش حقيقية، والناس وصلهم عني حاجات مش حقيقية، وصلت مش يعني مش مباشرة بقى. ايدك زمانها بتيجي قدام التصوير يا عم. مش مباشرة من الأشخاص نفسها بقى، لأ ده كانت جاية بصيغة غير مباشرة عن طريق قنوات طلعت اتكلمت عليا بالباطل، واتكلمت عليا بحاجات ما هياش فيا. وأنا برضو وكلت أمري للذي لا يغفل ولا ينام. الأرزاق بيد الله، وكون ان انا عايشه بجوز عيال عايشه ازاي، او ربنا موفرها معايا ازاي او كده، ربنا اللي اعلى واعلم. هو احنا عايشين ازاي؟ انتم نفسكم حياتكم الوقت عاد الصعبه في الظروف الراهنه اللي احنا عايشين فيها كلها، عودة حياتكم صعبة، ربنا يعينكم على حالكم ويعيننا على حالنا. لكن مثلا هشوف ناس كاتبة مثلا ده منزلة كده علشان الداعمين، اللي هم مين الداعمين؟ اللي هم مين؟ يعني بتهيألي اللي لهم داعمين معروفين، واللي ما لهمش داعمين معروفين، الحمد لله رب العالمين. احنا ممكن في بداية حياتنا هنا، في بداية مأساتنا هنا، في بعض الأشخاص تواصلوا معانا ووقفوا معانا في البداية، يعني يمكن أول شهرين ثلاثة كده، وبعد كده يعني حياتنا العادية زينا زي أي حد وكده. وشكرا جدا لأي حد وقف، وبالفعل أنا واحدة واضحة وصريحة طلعت وقلت شكرا لكل اللي وقفوا جنبي، سواء ماديا معنويا نفسيا اجتماعيا، كل اللي وقف جنبي ده له مني كل الاحترام والتقدير. ومن غير حاجة أنا بحترم كل الناس. لكن موضوع الحوالات اللي مرفوعة عليا، لا ده من زمان قوي، بس بالفعل لا مشى في قضية وحاجات من دي. وبنرجع نقول صلة الرحم. الأطفال ليه زعلانة؟ الأطفال ليه بتصور؟ الأطفال ليه هما مش أطفال، هما رجالة يا جماعة، عروسة وعريس. ليه بيصوروا؟ ليه بيزعلوا؟ بيزعلوا من الظلم، من القهر، من الحقد، من الحاجات دي. فما تجوش دايما انتوا حكمتوا على اولادي بحكم اراء غيركم وبكلام غيركم، وحكمتوا عليا بحكم اراء غيركم وكلام غيركم. انا وريتكم نبذه مختصره من اللي جرالي، من اللي هو اصلا وصل لكم غلط. لكن في شخصيات تانية عندها قنوات انفصلت، ما اتكلمتش وما حبتش تتكلم امام الناس، اضطهدتها، ما اتكلمتش في اي لفظ وفي اي كلمه، علشان خاطر الأطراف التانية ما طلعتش اتكلمت عليها ولا بالحلو ولا بالوحش. الأطراف التانية قاعدة بكل احترامها وكل أدبها جوه بيوتها، عارفة إن في عيال ما بينهم محترمين كويسين. مش معنى الانفصال دي كانت نهاية العالم، انفصلوا بكل ذوق. الست محترمة، الشخص التاني أو الأشخاص التانية محترمة. الناس اللي حوالينا هنا برضو اللي بينفصلوا ما شفتش منهم أي حاجة. ليه؟ حسب الاسلوب وحسب المعامله. ودول منهم ليا برضه منهم الاحترام والتقدير، لان الانفصال ربنا ذكره في القران، لكن ما ذكرش ان احنا نتبلى على بعض، ما ذكرش ان احنا نبهدل بعض، ما ذكرش ان احنا نرفع قضايا بالزور على بعض. انا قضاياي معروفه ومفهومه، قضايا اسره، قضايا اسره، كل اللي عنده مشكله في الاسره معروف، تبقى قضايا نفقه مش عارفه ايه، الحاجات دي مفهومه ومعروفه. او حاجه حصلت بالفعل، لكن مش رحنا عملنا حاجة ما حصلتش بالفعل. كل اللي حصل بالفعل وعلى أرض الواقع ده اللي احنا اشتكينا منه. طبعا أنا حبيت أوضح كل كلمة لمتابعيني وحبايبي، عشان محدش يسيء فهمي ومحدش يسيء المنتدى. وشكرا جدا جدا على كل اللي حسوا بألمي، وعلى كل اللي دخلوا كانوا عاوزين يفهموني وفهموا النصيحة ليا. وطبعا لو حد عنده نصيحة ليا والفيديو ده، عشان انا محتاجة نصيحة، مش محتاجة حاجة تانية. اللي عنده نصيحة ليا ان انا اعمل ايه او اتصرف ازاي، او الحكم ده لو جه عليا بالسلب، او جه عليا ان انا ادفع مبالغ انا ما خدتهاش او كده. اقف مظبوط يا عبد الله بعد اذنك. مبالغ بالسلب انا ما اخدتهاش، اعمل ايه اللي اقدر اعمله ان انا اوقف القضية دي او اعملها دي. وفي ناس كتير تفهم في الكلام، في مستشارين وفي حاجات كتير انا بشوف على السوشيال ميديا، في قضاة وفي مستشارين وفي محاميين وفي ناس سالكين مشوار السوشيال ميديا، منهم نستفيد ونتعلم منهم كل حاجة. ما هو لما ندي العيش لخبازه فهيقول لنا كل حاجة حلوة، يعني هيعرفنا كل حاجة. انا لو سألتوني في مهنتي، كمان في مهنتي في حاجات انا ما اشتغلتش فيها، اللي ما اشتغلتش فيه مش هفهمه.
واللي اشتغلت فيها اقول، وغيري برضو اللي فاهم فيها يقول لي. فطبعا انا ده كان موضوعي معاكم. يا رب طبعا تتقبلوا مني كلامي، والفيديو يكون بسيط وخفيف عليكم، واكون وضحت لكم النقطة. وطبعا يا ريت دايما ما تخلطوش الموضوع وتقولوا القناة وقعت عشان انت عملت مشاكل وبلبلت مشاكل، لان انا للأسف ما بدأتش المشاكل وما طلعتش حاجة على القناة الا لما اكبر القنوات وجميع القنوات اضطهدتني بلسان غيري وكلام غيري عبر الفون، عبر الرسائل. الله اعلم ايه اللي كان بينهم في محادثتهم. فهم اللي وقفوا قصادي واضطهدوني واضطهدوا ولادي ويغيروا فكرة الناس عني. وبعدين أنا دايما مسلمة أمري لله لا يغفل ولا ينام. بس أنا شخص وفرد لازما من كتر الجدل ومن كتر الكلام عليا ملاسة فيا زي أي إنسان اطلع اوضح الامور، وده حقي وحق كل انسان. دايما كل واحد خد الحق ان هو يتكلم على غيره من غير ما يفهم حاجه ويعرف حاجه وسمع من اطراف اخرى، كان لازما ليها الحق. وبس انا لما اتكلموا في التليفون مع الاشخاص الاخرى اتكلموا بينهم وبين بعض، لكن الاشخاص الاخرى طلعت اتكلمت على العام على السوشيال ميديا. فهو محدش حاسب غيري لما طلع يتكلم عليا ملاسة فيا، لكن لما انا اوضح فيقوموا هم محاسبيني، الناس تحاسبني لا وهم كمان يدوا لنفسهم الحق اللي هم يحاسبوني في الكلام. فشكرا جدا على وقفتكم معايا، وشكرا برضو على وقفتهم معايا في بعض الأوقات برضو، لأن زي ما في السلب في الإيجابي برضو. شكرا جدا على وقفتهم معايا في كل حاجة حلوة. شكرا للمتابعين وحبايبي، محدش يعزكم في حاجة أبدا. وإن برضو الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونستقبل رمضان وأيامنا الجميلة بالخير والهنا. وطبعا أتمنى إن انتوا تتابعوني وترفعوا قناتي وتقفوا جنبي. انا ما كانش ليا حاجه الا ربنا ووالدتي بعد ربنا، وفي بعض الناس كانوا بيحبوني ويسالوا عليا. فاتمنى ان انتوا دايما تسالوا علينا وتتذكرونا بالخير، وتتمنوا وتطلبوا، واطلب منكم الرحمه والمغفره لوالدتي والوالدي وجميع موتى الناس جميعا يا رب. مع السلامه. احلى متابعين في الدنيا، متابعين رانيا داوود واولادها.